فضاء القسم وكنعطيو واحد الثقه في النفس ديالو باننا كنوجهو الابتدائي. واليوم جينا حنا بغينا خصهم يعرفوا الدور ديال الاستاذ التعليم الاولي، خصهم يعرفوا بان حنا من الاساس التعليم. علاش قصونا من الوظيفه العموميه؟ اولا الدول اللي نجحت في النهوض بالمنظومه التربويه والتعليميه ديالها والتكوينيه كلها اهتمت بالتعليم الاولي. التعليم الاولي هو التعليم اللي كيكون قبل من الابتدائي، فيه على الاقل واحد 3 ديال السنوات اللي الطفل كيتعلم فيها انه يتعاشر مع الاطفال الاخرين، يمكن يتعلم فيها واحد العدد ديال المهارات، واحد العدد ديال الحويجات اللي هي غادي تفيدو وتجعلو مؤهلا باش ينجح في التعليم الابتدائي ويكون حتى متفوق. كل هاد الدول اللي عطات الاهميه الكبيره للتعليم الاولي نجحات، ولكن شنو عملات؟ الاغلبيه الساحقه وظفت الاساتذه والاستاذات ديال التعليم الاولي في اطار الوظيفه العموميه وضمن لهم كامل الحقوق، يعني الاجور اللي كيتقاضوها بحال ديال الاستاذ ديال الابتدائي ضروري، لانه هذا تعليم اللي هو صعيب وانت كتاخذ باش يشارك معنا هذا المشكل اللي حنا طايحين فيه حاليا، اللي ما لحد الساعه اللي مازال ما لقيناش الاداه الصاغيه باش يوصل الملف ديالنا حتى حنا لواحد المستوى اللي حنا باغيين. وشكرا. التقييم ديال المؤسسات كنشكركم كما قالوا الاستاذات اسم كامل الى بشري مربي اسم البيت المربيات استاذ من الاساتذه والاستاذات اللي حاضرين معنا، وان شاء الله باش نوضحوا الفكره ونخلصوا الموضوع وتعرفوا الشغيله ديال التعليم الاولي والاوضاع اللي كيعيشوهم، الوضعيات وضعيات المربيات والمربيين ديال التعليم الاولي تمثل مظهر من مظاهر ازمه المنظومه التربويه، وان استمرار اهمال ملف التعليم الاولي يفرغ موضوع جوده التعليم من معناه وروحه ويجعله مجرد شعار. فواقع القطاع يفرض اخر في ادائها، فقطاع التعليم الاولي يعاني من مظاهر الارتجال والعشوائيه وتعدد المتدخلين، كما ان استمراريه الدوله وحكومتها عبر وزاره التربيه الوطنيه استمراريه الحكومه والوزاره رغم اضافه اسم التعليم الاولي لهذه الوزاره وسميت بوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والمكلفه بتسيير اقسام التعليم الاولي، ثم الرفع الفوري والآني من الأجور النازلة لأساتذة التعليم الأولي، ثم تجديد مهام أساتذة التعليم وأساتذة أستاذات التعليم الأولي، وإلغاء المهام الغير تربوية مع تحديد ساعات العمل، إحداث سلم للطرق يمكن من الخلق تحتيه، ثم التعويض على التكوينات وحث صفة المربي والمربية واستبدالها بأستاذات وأساتذة التعليم الأولي. جلالة الملك بأن الله شمالها، يعني خصهم ياخذوا بهذه الكلمة بعين الاعتبار. هادشي اللي غنقول لكم، لأن حنا بصراحة تقصينا من النظام الأساسي، راه تقصينا من الوظيفة العمومية، وحنا كنطالبوا بأننا نكونوا في الوظيفة العمومية، لأن حنا المهام ديالنا اللي كنشتغلوا فيه راه ما كنستحقوش هادشي اللي داز معنا. الوجوده التعليم الاولي، وحنا الحمد لله راضيين تنجح التعليم الاولي، يعني بلادكم ما كنجحش. شكرا للاستاذ على الكلمه ديالو، والان نعطي الكلمه للاستاذه او الدكتوره نبيله منير التي تؤطر هذا الندوه. شكرا لكم ولكنا في التنسيقيه ديال المربيات والمربيين ديال التعليم الاولي على حضوركم اولا وعلى تنظيمكم لهذه الندوه الصحفيه التي نستضيفها في الحزب الاشتراكي الموحد انسجاما مع خطنا. يعني حنايا المؤتمر الاخير ديالنا الشعار ديالو من اجل يعني الشعب والوطن والديمقراطيه،
والمؤتمر اللي كان قبل منه دعم النضالات الشعبيه. فين ما كانت النضالات الشعبيه عندها شرعيه ومشروعيه الا وكتلقانا موجودين، لان هذا من مسؤوليتنا ومن واجبنا اننا نكونوا الى جانب. وهذا الشيء ما فيه لا ركوب لا سياسه لا والو. انا كبرلمانيه عن الحزب الاشتراكي الموحد مسؤوله انه كل القضايا اللي كتطرح في المجتمع نستمع لها ونستمع لحامليها ونوصلها بالطريقه اللي غادي نقدر نوصلها لها باش نكون صوتكم في جهه منكم، ولكم كامل الصلاحيه والحريه في التواصل مع من تريدون ومع من تحبون. انا بالنسبه لنا كحزب اشتراكي موحد نحن نؤمن ايمانا راسخا بان النهوض بالمدرسه العموميه لكل اسلاكها وضعنا واحد الوثيقه يمكن نسلموها لكم فانسوا بها. يعني نحن نطالب باصلاح شامل وشمولي للتعليم. يعني كنقولوا التعليم خصو يصلح من الاولي حتى الجامعه حتى البحث العلمي. اذا بغينا بلادنا غدا يمكن لها تحقق التنميه، لان لا تنميه بدون تنميه الانسان كما تعرف. اذا كنحيي اليوم الحضور مكثف ديال الصحفيين والمنابر الصحفيه المتميزه اللي جات، لانه ما كيمشيوش لاي حاجه ما كيحضروش لاي حاجه، ولكن وعيا منهم خصوصا امام الحراك الدائري. قلنا من قالوا لنا بان نحن موظفين. هذه الكلمه تقالت لينا في الوقيته اللي بغاونا نحرصوا. راه غير بغاو المصلحه ديالهم راه غادي يستعملوا مصطلحات واساليب اللي كيخدعوكم به، وبالتالي الانسان انه يكون صريح مع الذات ديالو. اولا وهذا ولا ودي واش كاين شي قانون انه يحميني الا مشيت وقعت لي شي حاجه ما فيهاش حساسه، وبالتالي هنا الوعي النضالي ربما السياسيه الوطنيه هاي من انا بوتوت نعيمه من مدينه الدار البيضاء. مرحبا. الدار البيضاء انا المشكل ديالي انها تطرقنا بدون انذار مسبق، بدون انذار مسبق. يعني اننا دوزنا العطله من بين ندخلوا درنا صافي كونترا سالات. حنا ديجا كنا خدامين مع جمعيه الاباء. المشكل ان ما عمري ما جانيش انذار. لا 10 سنين وانا في ذاك المجال ولكن راه بدون لا كيس لا حتى شي حاجه ما عندي والو. انا غير كنتسنى شهر 9 حتى كيعيط ليا رئيس الجمعيه باش تجي تخدمي. ديك شهر 9 انا الصيف كندوزو واش غنخدم ولا ما نخدمش. مين انا درت صفت الجروب باش طيح منه القيمه ديالي اش فيا والسعاده نحن لسنا في فصل. هذا النقاش ديال دابا اهم من النقاش ديال الفتره الاولى، لان النقاش ديال الفتره الاولى كان شويه يعني منظم وفيه شويه الملف. انا كنظن كيف قال الاستاذ قبيله خاص الوعي، خاصكم تنظموا راسكم واحد المجموعه، خاصكم تكونوا عارفين ما لكم وما عليكم، لان جدار الخوف كيسقط ملي كتكون عندي المعلومه وكيكون عندي فهم القانون. ثانيا انا يعني اهم ما سمعت هاد المشاكل اللي كتعرفوها وكاملين خصها كلها قبل من الملف المطلبي. ها هي المعاناه ديالنا كلها كترصد. ثانيا اليوم كاين واحد المساله استعجاليه بالنسبه للاستاذات اللي هما مطرودات. اين جهه غادي نلتجئوا ليها؟ واش نتوما غادي تمشيو مفتش ديال الشغل ما مرتبطيش به؟ واخا هكا تمشيو عنده مشينا عنده تمشيو عندنا مسجله مشينا عنده مربوط ممكن نعرف ديالها. اش قال لكم؟ المحضر شنو كيتبقاو صبركم ماشي مجموعه متفرقين وما عارفينش وبالنظر للخصاص في مناصب الشغل كلها انه كتلتجئوا لهذا يعني هذا التوظيف هذا وكتخضعوا الشروط المجحفه ديالو ودوزوا. هذا راه سنين الناس كتهضر لي على 20 سنه وخدامه 15 سنه وكذا من هنا من 2007 وكل كيخدم مزيان. انا وسبعين نكمل. انا اول حاجه حيت انا كنتجاوب معكم باش نشوفوا شنو غادي نديروا. اولا خاص المجموعه باش تكون فيها المعطيات كامله وكلها القضايات فيها الاجحاف كبير. كيفاش انا نولدوا تمشي بلاصتي وما كاين لا تعويض لا حتى شي حاجه؟ لانه قابطينكم بالعقده وديك العقده قريتوها ما فيها حتى شي حقوق، ما فيهاش حقوق. ولهذا ملي غادي تبغيو ديروا الملف المطلبي قبيله حنا قلنا فيه 5 ولا 6 نقاط، راه خصك تقولوا استجابه للمشاكل اللي خصكم بعدا تجاوبوها كامله. ثانيا انا اوصيكم الا كان الامكانيه ونشوفوا حتى حنا معكم
محامون اللي عطونا استشاره قانونيه في هذا الشيء اللي كاين. ما يمكنش انا خدام نخدم ما نخدمش، ما عرفت بغيت نتزوج بغيت واش غادي هذا نتسنى نهار السعود بعدا يقولوا لي واش خدام ما خدامش، واش نقول ذاك الراجل نكون معاه صريحه نقول له راه خدامه ولا ما غنخدمش. كما كان الحال كيف ما كان الحال انا كنظن هذه الوضعيه ديالكم وضعيه غير سليمه وغير صحيحه وغير مقبوله، ولهذا باش نخرجوا منها خاص الجلب ديال المشاكل مع الحلول، ها الحلول اللي بغينا. ثم المشاكل المستعجله خصوصا ما يخص هذا الشيء ديال الطرد ديال الاستاذات وهذا الشيء ديال الولاده وكذا من هنا نديروه. وكذلك اللي شرط ليه الاستاذه قبيله انه بعض الجمعيات كيخدموا ناس ما كيخلصوش. يلا بغيتي تخدمي معنا العام الجاي والله دابا بداي معنا وما نخلصوش العام اللي فات. هذا الشيء راه جرائم، راه ما يمكنش. لهذا انا قلت نجمعوا هذا الشيء كامل، نشوفوا استشاره قانونيه جوج ولا ثلاثه المحامين يقولوا لنا يقراوا لنا هذا الشيء، نشوفوا بعض المفتشين ديال الشغل النزهه ماشي هذاك اللي كيكونوا متواطنين، نشوفوا ويعطيونا حتى هما وجهه النظر ديالهم باش نكونوا مسلحين ما لنا وما علينا، نعرفوا باش غادي نكلموا. انا ذاك يمكن لينا نتوجهوا يعني نطلبوا لقاء انتم كتنسيقيه، نقدر نمشي انا معكم كبرلمانيه نشوفوا الوزير نطلبوا مقابله ديالو. حنا قادرين حتى حنا نهبطوا الشارع نغوتوا وداك الشيء كله، قبل ما نغوتوا بغينا بعدا نتواصلوا معكم نقول لكم ها مشاكلنا ها الحلول التي نتقدم بها ونسمعوا لكم. ولكن هذا الشيء خصو يتبع. انا كيف كنقول خاصنا الاستشاره القانونيه تكون، خاصنا مفتش الشغل يكون يقول لنا شنو كاين ايتترا، خاصكم ديروا الاحصاء ديال شكون الموظفيات اللي كاينين وكذا كذا. لانه ملي فكروا في التعليم الاولي الدوله في البرنامج الاستعجالي كانت خالد التعليم الاولي في الباديه تكلف به الدوله وفي المدن تكلفوا به الخواص. اللي عنده شي كراج يقري الدراري ولا ما يقري ما يتخلص منه. ولهذا اليوم هذه المحطه مهمه، هذا اللقاء ديال اليوم راه اساسي باش نعرفوا التعليم الاولي شنو هو التخطيط ديال الدوله، شنو هو الوضع الحقيقي ديالو في الساحه، وانتم من ثم غادي تقادوا المطالب ديالكم كاملين في مطالب متكامل. حنايا مع الجد خصكم يكون معطيات شحال ديال الاساتذه والاستاذات كاينين وفينا جهات فين تقريبا يكون كلها الخريطه عندكم. وديك الساعه يمكن نطلبوا لقاء مع الوزير ونمشيو نحضروا معاه. نعطيو لهاد السيده مازال ما هضراتش وحنا نرجعوا كما تقولوا. وقفا عن نقطة الغزالة الجزر، ناهيك أستاذتي الفضيلة على غير الغزالة ديالها، حنا ما كانت قدماتها في الوقت ديالها. حنا يلاه هاد الشهر اللي فات خلصنا في العام اللي فات الشهر الثاني ديالنا. هاد العام 9 و10 و11 و12 باش نوضح فيها واحد شويه الأجندة ديالي في العمل النقابي وما غير ذلك. لما كانت في أن كنمشيو لذاك الخصوص 6 شهور ولا 1 قانون